ليه مش قادرة أتعافى منه لحد دلوقتي؟ أنا إسراء عثمان، استشارية علاقات زوجية. اللي عايز يبعت استفسارات على الانستجرام، واحجزوا الجلسات، وعلى اليوتيوب، والاتنين في البايو. من خلال خبرتي مع حالاتي الجميلة اللي جايالي بعد سنة ما تعافتش وسنتين ما تعافتش، في حاجتين كبار جدا بيمنعوكي عن التعافي. أول حاجة وأكبر حاجة إن أنت لسه مستنية، لسه منتظرة، لسه شايفة إن العلاقة ليها بقية، إنه ممكن يرجع في يوم من الأيام. وده لأنك حبيبة قلبي مش عاملة كلوجر، مش عاملة نهاية للعلاقة. النهاية مش حلوة، مش مظبوطة، مش متكيفة صح. ليه؟ لأنك انت شايفة ان العلاقة انتهت منه هو، فقرار الرجوع منه هو. انت مستعدة ترجعي، لكن هو اللي مش بيرجع. فطول ما انا شايفة كده هفضل مستنية، وطول ما انا مستنية مش هتعافى، مش هعرف اشوف الخطوة اللي بعدها. فالحل ايه؟ الحل ان انت لازم تقرري. بصي لنفسك، انت عايزاه ولا مش عايزاه؟ انت ليه سابك وانت لسه بتفكري فيه؟ لازم انت اللي تبقي سايباه. يعني لازم انت اللي تفكري نفسك باوجاعك معاه، انت اللي تفكري نفسك لما خانك وانه هو هيفضل يخونك. لازم تفكري الحاجة اللي احنا ما كناش متفقين فيها وسيبنا بعض فيها دي فيها جديد. ما سابك عشان ما بيحبكيش، فيها جديد. الفترة اللي هو بعد فيها دي هيحبك مثلا فيها؟ هيندم ويرجع لك. هل انت موافقة بينك وبين نفسك ان هو يرجع لك عشان خاطر اللي بره ما كانوش كويسين؟ هل ده اللي يرضيكي؟ ولا يرجع لك انت مهما كان فيكي عيوب يتحملها ويحاول يتأقلم معاها عشان بيحبك؟ انت قولي لا انا مش عايزاه، حتى لو رجع مش عايزاه. لما انت تقرري القرار ده صدقيني هتقدري تتخطي وتنسي ومش هتبقي مستنياه. تاني حاجة ان انت دايما بتعارضي جسمك. جسمنا بيتخطط الادمان الهرموني اللي حاصل لنا معاه، بس احنا بنقف دايما قدام هذا التخطي بمتابعة اخباره، بان احنا نفتكره ونفتكر الحلو اللي كان معاه، بان احنا نشوفه بعينينا حتى لو على السوشيال ميديا. فوقفي كل ده، مفيش اي كونتاكت، وقرري